فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل. الاتنين نجوم مش كوميديانات، لكن الفيلم كوميدي. طب يا ترى الفيلم فعلا كان كوميدي؟ يا ترى الفيلم على مستوى توقعاتنا؟ طب الفيلم يستاهل ان انا انزل واشوفه في السينما؟ محمد ممدوح وأمينة خليل يقدروا يشيلوا فيلم ويبقوا نجوم شباك؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها في الفيديو ده، خليك معايا لحد الآخر. لو أول مرة بتشوفني انزل اشترك في القناة ويلا بينا. دراماتيكا. تظل علاقة الرجل والمرأة هي أكثر العلاقات تعقيدا في الدنيا، وخصوصا علاقات الزواج. وعشان كده الأفلام اللي بتناقش المشاكل الزوجية بتفضل صالحة على مر العصور، خصوصا لو كانت بتستخدم مفردات حوار من روح العصر. اتفرجت على فيلم وش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل. أنا كنت متوقع إنه الفيلم بيتكلم عن مشاكل الزوجية وعلاقة اتنين متجوزين ببعض والمشاكل اللي بتحصل ما بينهم، بالذات لما الأهل بيتدخلوا. لكن بصراحة الفيلم فاق كل توقعاتي، سواء الكوميديا اللي اتقدمت فيه أو المواقف اللي ابتكرها السيناريو أو حتى لغة الحوار اللي كان دمها خفيف طول الفيلم. فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، في أول بطولة ليهم هما الاثنين إن هما يشيلوا فيلم سينمائي مع بعض. الفيلم من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، واشترك في السيناريو والحوار شادي الرملي وحسين نيازي. كمان الفيلم من إنتاج أحمد فهمي. إنه ممثل يشتغل في الإنتاج السينمائي وينتج لزمايله أفلام هو نفسه مش بيشارك فيها، فدي حاجة تحسب لأحمد فهمي ويشكر عليها، خصوصا لما يكون المنتج من نفس المجال وفاهم في الشغلانة. الفيلم بيحكي عن زوج وزوجة بتتفاقم المشاكل ما بينهم وبتوصل لمرحلة الطلاق. بيتدخل الأهل في المشكلة، أهل الزوج وأهل الزوجة، وبدل ما تتحل المشكلة بتتعقد أكتر. بس هل هتوصل في الآخر للطلاق ولا لأ؟ هو ده اللي بنعرفه وبنفهمه من أحداث الفيلم. القصة تقليدية وممكن تكون اتقدمت في أعمال كتير قبل كده، لكن الجديد في الفيلم هنا هي المواقف اللي ابتكرها الفيلم. أحداث الفيلم كلها بتدور في ليلة واحدة، بس ازاي السيناريو قدر يستعرض المشاكل اللي ما بين الزوجين دول والهيستوري بتاعها وايه اللي كبر المشاكل ووصلها للمرحلة دي، هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هبتدي الأول أتكلم عن السيناريو والحوار. يحسب للسيناريو هنا إنه اهتم برسم كل الشخصيات حتى الثانوية منها، وإدى هيستوري لكل شخصية خلتنا نعرف الباك جراوند بتاعت الشخصية دي وهي جاية منين بالظبط، ومنظور كل شخصية لبقية شخصيات الفيلم بناء على خلفياتها الثقافية أو الاجتماعية. يعني مثلا احنا بنشوف إن الشغالة والسواق شايفين إن الأسرة دي أسرة منحلة لمجرد إن ستاتها مش محجبين، وإن الرجالة والستات لما بيشوفوا بعض بياخدوا بعض بالحضن وهاتك يبوس، فبقوا بالنسبة لهم هم ناس منحلين هيدخلوا جهنم حتف. مشهد صغير اتعمل من غير فزلكة بيوريك ازاي الناس بتشوف بعض بناء على تربيتها وبناء على خلفيتها الثقافية أو الاجتماعية. التضاد الحاد اللي ما بين كل شخصيات الفيلم خلق كوميديا وعملت روح لطيفة جدا في الفيلم، خلت الفيلم كله دمه خفيف، وبقت المواقف الكوميدية بتخرج بشكل تلقائي، لا فيها استظراف ولا فيها شحات الضحك. كمان الفيلم بمنتهى البساطة ورانا ازاي ان احنا ممكن نبقى واخدين افكار غلط عن الناس اللي حوالينا لمجرد ان احنا شايفين مواقف معينة، لكن لما بنتعرف على الناس دي بشكل اعمق بنفهم ان هم مش بالوحاشة اللي احنا متخيلينها. زي ما الاب والام كانوا واخدين فكره عن صاحب ابنهم ان هو ولد حشاش وانه غير مسؤول، لكن لما قربوا منه عرفوا قد كده هو راجل جدع ويعتمد عليه، وان احنا لازم نتمهل شويه قبل ما نحكم على الناس في اخلاقياتهم، وانه مش لازم كل اللي احنا اتربينا عليه او كل اللي احنا عارفينه هو اللي يبقى صح، وان علاقاتنا ببعض هي اللي بتغير مفهومنا للحياه، واننا كل ما بنحتك ببعض بنقدر نغير وجهه نظرنا وبنعرف بعض بشكل احسن. كل ده قدمه الفيلم بمنتهى البساطه من غير لا تعقيدات ولا جمل حنجريه ولا مشاهد مؤثره ولا حاجات نقف عندها في السيناريو. بالعكس الموضوع كان بمنتهى البساطه والتلقائيه، ودي كانت احلى حاجه في الفيلم. يحسب للسيناريو كمان ان رغم ان الفيلم بيدور في ليله واحده وفي مكان واحد، الا ان احنا كمشاهدين ما حسناش ثانيه واحده بالملل، لا من الأحداث ولا من الحوار ولا من المكان. كل الأحداث كانت سريعة ومتلاحقة وطول الوقت وانت بتضحك، ودي نقطة فعلا تحسب لصناع الفيلم سواء كتاب السيناريو أو المخرج اللي عمل إيقاع للفيلم سريع جدا لدرجة انك في الآخر ما تحسش ان في مشهد زيادة أو مشهد ناقص في الفيلم. كل المشاهد كانت محطوطة في مكانها وكل الأحداث منطقية ومتسلسلة بشكل طبيعي جدا. كمان كل المواقف اللي خلقها السيناريو كانت كلها مواقف مبتكرة وبره الصندوق، وكانت كلها كوميديا طبيعية ومنطقية ماشية مع أحداث الفيلم وإيقاعه. الحوار كمان كان دمه خفيف وذكي، وكان بيستخدم مفردات من حياتنا اليومية لدرجة ان الناس اللي كنت شايفها قدامك على الشاشة تحس ان هم ناس حواليك انت شفتهم قبل كده، سواء زمايلك في الشغل او صحابك او حتى حد من عيلتك.
المهم ان هم ناس انت شفتهم قبل كده او اتقابلت معاهم في وقت من الاوقات، وده اللي مخلي ابطال الفيلم قريبين من الناس، خصوصا ان المستوى المادي والاجتماعي في الفيلم من الطبقه المتوسطه، وهما الاثنين بيدبروا مصاريف المعيشه وبيحاولوا يحافظوا على المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه. عشان كده لما هتتفرج على الفيلم هتحس انك قريب جدا من الشخصيات وابطال. نيجي للتمثيل في الفيلم، واضح ان كل النجوم في الفيلم كانوا فاهمين الابعاد النفسيه والدراميه للشخصيات اللي ادوها، ومحدش فيهم حاول يفتعل او يأفور في الاداء بتاعه، بالعكس كان ادائهم سلس وتلقائي جدا، وبالذات انوشكا ودنيا سامي. الاثنين شخصياتهم كانت تحتمل ان هم يزودوا ويأفوروا شويه في الاداء بتاعهم، لكن الكويس انه ده ما حصلش، والفضل في الحته دي مره تانية بيرجع للسيناريو اللي رسم كل شخصيه من الشخصيات بشكل متقن. قدم السيناريو مجموعه من الشخصيات المتناقضه وجمعها كلها في ليله واحده، وورانا ازاي كل واحد فيهم بيبص للتاني من منظوره هو. ورانا الصاحب اللي بيفكر بنصه التحتاني، الام الطبقيه اللي بص على كل الناس من فوق، الصديقه اللي شايفه نفسها جميله وكل الرجاله نفسهم فيها، الزوج الشخليله والصاحب الحشاش والاخ المتهور. ووجود الشخصيات المختلفه دي كلها ساعد في حاجتين: اولا ما يحسش بالملل وخلى ايقاع الفيلم سريع، ثانيا فجر كوميديا سواء في المواقف او في الحوارات بشكل طبيعي وتلقائي. حتى مشهد المحامين اللي كانوا بيتخانقوا من خلال الايبادز كان مشهد فكرته جديده واتعمل بشكل كوميدي دمه خفيف بحقه حقيقي. عجبني كمان ان الفيلم ادى مساحه لكل الشخصيات، ما كانتش خناقه الزوج والزوجه بس هي اللي واكله الجو كله وطاغيه على احداث الفيلم، وادى الفيلم مساحه لكل الشخصيات انها تلعب ادوارها بشكل حلو. كمان عجبتني الحقائق والمعلومات القانونيه اللي الفيلم قدمها واتقالت بشكل كوميدي في الحوار، وده يوريك قد ايه كتاب السيناريو تعبوا على الفيلم، مش لمجرد ان هم كاتبين فيلم كوميدي يكتبوا اي حاجه وخلاص. بيومي فؤاد طلع في برنامج قبل كده وقال: انا بعتذر لجمهوري عن الادوار اللي قدمتها في الفتره اللي فاتت لان كان فيها مجاملات كتير، لكن من هنا ورايح انا هبتدي اختار السيناريوهات. والحقيقه انه في الفيلم ده اجتهد بشكل كبير جدا انه يطلع شخصيه الاب الحاسم اللي دمه خفيف في نفس الوقت، من غير ما يضيع روح الشخصيه ولا يضيع روح بيومي فؤاد، وده ادى للدور تقل وخلى الكوميديا تطلع بشكل طبيعي وتضحك بحقه حقيقي. ساعات بحس ان بيومي فؤاد وهو بيمثل كانه بيقول لنا انا بقول افيه وعايزكم تضحكوا في الحته دي. في الفيلم هنا ما عملش كده خالص، وفعلا في مواقف في الفيلم فيها صريخ ضحك من غير لا افتعال ولا شحاته للضحك. فمن موقعي هذا احب احيي النجم بيومي فؤاد على انه احترم كلمته وقدم لنا ادوار تحترمنا كمشاهدين وتليق بتاريخه الفني كنجم كوميدي. Dramatica. كالعادة موسيقى خالد الكمار كانت موسيقى مبهجة جدا وكانت ماشية مع روح الفيلم، خلت المشاهد كلها دمها خفيف وادت للفيلم كله روح مرحة تخليك تبقى مبسوط وانت بتتفرج عليه. رغم ان معظم الابطال دول اشتركوا مع بعض في مسلسل الهرشة السابعة في رمضان اللي فات، لكن هنا في الفيلم كان لهم طعم تاني كلهم. والطزاجة بتاعت اختيار كل الوجوه اللي موجودة في الفيلم واللي معظمهم جداد على شاشة السينما زي انوشكا ودنيا سامي ومحمود الليثي، او ما شفناهمش من فترة طويلة زي محمد شاهين وسلوى محمد علي واسماء جلال. وعشان السيناريو اهتم برسم كل الشخصيات في الفيلم هتلاقي ان كل ممثل اجتهد في دوره حتى الادوار الثانويه. بعد ما اتفرجت على فيلم وش في وش اقدر اقول كام نقطه كده واعتقد ان انتوا هتتفقوا معايا فيها. اولا، الافلام الكوميدي اللي بيقوم ببطولتها نجوم مش كوميديانات بتبقى افضل بكتير جدا من الافلام الكوميدي اللي بيقوم ببطولتها كوميديانات، بالذات في الفتره الحاليه. بصوا كده على الافلام اللي اتعرضت في الفتره اللي فاتت لنجوم كتير كانوا كوميديانات وكانت توقعاتنا فيها عاليه جدا، لكن للاسف الافلام كلها جت مخيبه لكل التوقعات. لكن الافلام الكوميدي اللي قام ببطولتها ناس مش كوميديانات في الاصل كانت فعلا بتضحك، والكوميديا اللي فيها كانت كوميديا راقيه وبتضحك بحقه حقيقي. السبب في كده ان الافلام اللي بيعملها نجم كوميدي كل صناع العمل بيعتمدوا على النجم ده وايه اللي هو هيقوله وايه اللي هو هيعمله، وانه جماهيريته هي اللي هتجيب الجمهور للفيلم. وده اللي مخلي افلام كتير في الفتره الاخيره كانت مخيبه للامال، بالذات الافلام الكوميديه اللي قام ببطولتها كوميديانات كبار. النقطة التانية ان احنا ما عندناش مشكلة في الورق زي ما دايما بيدعوا. كلمة ان الورق مش كويس وان عندنا مشكلة في الكتابة طلعت مش حقيقية، لانه في الفيلم ده واضح ان السيناريو متعوب عليه، سواء الافكار اللي متقدمة في المواقف اللي مش معلبة واللي جاية كلها بره الصندوق، او الحوار الذكي اللي دمه خفيف اللي كان بيتقال طول الوقت في الفيلم، او الروح العامه والجو العام للفيلم اللي ساهم فيها بشكل كبير المخرج وليد الحلفاوي. ويمكن كمان السبب في كده ان كتاب السيناريو بيبقوا عارفين ان اللي هيقوم ببطوله الفيلم ناس مش كوميديانات اصلا، فبيحاولوا يخلقوا كوميديا جوه الفيلم وفي الافكار اللي موجوده فيه علشان يخلوا الفيلم يضحك ويبقى دمه خفيف من غير ما يبقى فيه استظراف من الممثلين يخلينا نخرج من نص الفيلم واحنا مش عايزين نكمله. بيتهيألي كمان ان السبب في كده ان الافلام اللي بيقوم ببطولتها كوميديانات بتعتمد في الاصل على النجم الكوميدي وعلى الافيهات بتاعته وعلى جماهيريته اللي بتخلي الجمهور يقبل منه اي حاجه وبيغفر له اي اخطاء بيعملها،
بس مع الوقت الكوميديا دي بتقدم والإفيهات بتاعته بتبقى محفوظة عند الجمهور، فما بيقبلهاش ولا بيضحك عليها. وليد الحلفاوي كمخرج قدم قبل كده للسينما فيلم علي بابا، وقدم للتلفزيون مسلسل سوبر ميرو، واشتغل مساعد مخرج في فيلم كدبة كل يوم اللي كان برضه بيناقش مشاكل الأزواج وعلاقاتهم الزوجية. وبما إن وليد شارك في كتابة السيناريو والحوار فواضح بصمته في الفيلم، سواء في الإيقاع السريع أو في الجو العام المرح للفيلم أو رؤيته الكوميدية للمواقف والمشاهد اللي كانت بتحصل في الفيلم. في النهاية أقدر أقول إن فيلم وش في وش فاق كل توقعاتي، فيلم فضلت أضحك فيه من أوله لآخره، خرجت من الفيلم مبسوط، حسيت إن الفيلم مبذول فيه مجهود وبيحترمني كمشاهد. وتقييمي الفيلم وش في وش 9/10. وبس كده أنا خلصت. لو عجبتك الحلقة لايك وشير، وانزل خد لك لفة في الفيديوهات. لو عجبتك اشترك في القناة.